السلام عليكم. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي منى احمد وقناتي اسمها مونيتا كيتشن. هنعمل مع بعض النهارده الفطير المشلتت باسهل طريقه بجد، بدون توريق وبدون فرد وعجن كتير، والطريقه تحفه مش هتبطلي تعمليها. شايفين الجمال؟ الفطير بيتكلم على نفسه. تاكليه بقى مع جبنه قديمه، مع عسل اسود، سكر بودره، عسل ابيض، قشطه، اللي انتي تحبيه. هوريكم كمان شكله وجماله وهو في الفرن. دي الفطيره الصغيره، شايفين بجد بتتكلم عن نفسها. يلا ندخل بقى الفيديو او نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. معانا دقيق، كيلو من الدقيق بتاع المعجنات اللي هو عرقه قوي، لازم يكون عرقه قوي جديد. هنحط عليه بقى رشه من الملح ورشه من السكر، وهنقلبهم مع بعض كده. تقدري طبعا تعجني على ايدك عفوا، بس انا للامانه ايدي مش قادره بتوجعني، فعجنت في العجان عشان اسهل على نفسي. انتي تقدري طبعا لو ما عندكيش عجان تعجني على ايدك، لازم تعجنيها كويس جدا جدا. نحط بقى كميه ميه. انا بستخدم، تقدري تستخدمي ميه من الحنفيه عادي جدا، بس انا في الدقيق بصراحه بستخدم ميه ساقعه من الثلاجه، بفضلها. حبيتي تستخدمي ميه من الثلاجه تمام، حبيتي تستخدمي ميه من الحنفيه مفيش اي مشكله. هنحط ميه بالتدريج. للامانه انا مش حسبت الميه بالظبط قد ايه، بس انتي لما تتكون معاكي عجينه بتحطي بالراحه. لما تتكون معاكي عجينه مش قاسيه ومش لينه، تكون متوسطه زي ما انت شايفه كده. وكمان شايفين العرق بتاعها. هسيبها تريح نص ساعه واغطيها. بعد ما ريحت معايا نص ساعه بقت بالشكل ده، شايفين. هبدأ بقى اقسم العجينة بتاعتي لاربع كور متساويين تمام. لو انت حابة تشتغلي بدقة قوي طبعا تقدري تستخدمي الميزان تمام، وتقسميهم اربع كور قد بعض. انا هشتغل فيها، هعمل فطيرة كبيرة الحجم وهعمل فطيرة صغيرة. الفطيرة الصغيرة هتبقى في صينية مقاس 30 اللي هي صينية البيتزا تمام كده. بس زي ما انتوا شايفين بقسم اهو كده العجينة بتاعتي بالطريقة دي، وهبدأ اكورهم كور. طبعا انا بظبط كل كورة عشان يبقوا قد بعض. طبعا الصينية اللي انا حاطه عليها العجين ممسوحة بمسحة من الزيت بالشكل ده كده. هكورهم، وطبعا بعد كل كورة همسح كل كورة بالزيت برضو واغطيها كده. ادي عملت اول كورة زي ما انتوا شايفين، ولازم نلفها. شايفين العجينة بجد عشان مريحة حلو في الاول، ومعجونة برضو مدة. انا عجنتها مدة ما قلتش عن 7 دقايق بالعجان. لو على ايدك من 10 ل 12 دقيقة، وكل ما عجنتي فيها كل ما اديتك نتيجة احسن. عملت بقى مع بعض اهو 4 كور بالشكل ده. همسحهم مسحة زيت كده حلو وكده، وهجيب معايا الاسترتش راب وهغطي بيها العجينة بتاعتي علشان هسيبها كمان تريح من ربع لتلت ساعة. وكل ما ريحنا عجينة الفطير كل ما اديتنا نتيجة احلى في الفرد وفي الشغل معانا. الفطير بتاعنا احنا مش هنعجن فيه كتير او مش هنفرده كتير ونورق بقى طبقة فوق طبقة فوق طبقة. لا، دي اسهل طريقة فطير ممكن تعمليها وتعتمديها ان شاء الله عندك. وهتدعي لي باذن الله. ادي الورق الاسترتش وهنبدا نغطي بيه. هناخد حته كده وهنبدا نغطي بيها الفطير بتاعنا. لو مش موجود عندك ممكن كيس تلاجة وتفتحيه، مفيش اي مشكله، وتغطي بيه بالشكل ده كده بقى. وزي ما قلت هنسيبها تريح من ربع لتلت ساعه، مش اقل من كده تمام. هجهز بقى الخليط اللي هنعمل بيه، اللي هنفرد عليه واللي هندهن بيه الفطير بتاعي. عندي طبق فيه زيت. الزيت طبعا بتاعي هنا ملوش اي ريحه. وعندي خليط ما بين السمنه البلدي والزبده البلدي. الخليط ما بين السمنه والزبده بيخلي الفطير تحفه. تقدري تستخدمي سمنه بس، تقدري تستخدمي زبده بس، تقدري كمان تعملي خليط ما بين السمنه والزبده والزيت. بمسح بقى الكاونتر بتاعي او المفرش بتاعي كده مسحه من الزيت، وابدا افرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين العجينه بتتفرد بمنتهى السهوله جدا عشان هي ريحت واتخدمت كويس في العجن. هبدا بقى افردها على شكل مستطيل بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلت انا هعمل 3 كور او 3 قطع في قلب بعض. دي هتبقى فطيره كبيره، وهعمل كوره لوحدها هتبقى فطيره صغيره. الفطيرة متوسطة وحلوة جدا. تقدري تعملي كل كورة لوحدها فطيرة في صينية مقاس 30، صينية البيتزا او صينية البسبوسة، مفيش اي مشكلة خالص. بس انا حابة ان انا اعمل واحدة كبيرة الحجم عفوا، وهنعمل مع بعض كمان واحدة صغيرة.
الاتنين زي بعض بنفس الطريقة واحلى من بعض كمان. فردت بقى زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتاعتي. هجيب بقى كده معلقتين 3 كده من السمنة او الزبدة او الخليط اللي انا عاملاه، وهدهن طبقة كويسة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مسرعة هنا الفيديو شوية عشان ما اطولهوش عليكم. دهنت بقى كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين اهو. هجيب بقى القطاعه بتاعتي او السكين وهعمل خطوط بقى كده، او هعمل تقطيعات كده من فوق ومن تحت، يعني حوالي 4 5 تقطيعات، نفس فوق ونفس تحت، وهسيب في النص طبعا من غير تقطيع زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام، قطعتها كده على 5. هبدأ بقى اخد الجزء ده على الجزء ده واتني وادهن بسيط قوي، واروح جايباه زي ما انتوا شايفين. اظن الفيديو هو بيتكلم عن نفسه مش محتاج شرح. وهحط برضو الجزء ده على الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده لغايه لما اخلص العجينه بتاعتي دي القطعه الاولانيه. وبرضو هدي مسحه خفيفه كده من الزبده والسمنه، واطبق برضو دي على دي، واجيب الجزء ده على الجزء ده زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لك الفيديو شارح نفسه. تمام كده. اخر جزء بقى بجيبه وبغطيه حلو جدا بالشكل ده كده. تمام، هقفلها بقى كويس وهحطها على جنب واغطيها تريح عبال ما اخلص الكوره اللي بعديها. هبدأ برضو بنفس الطريقة، هفرد نفس الكوره بنفس الشكل كده، واخد مسحة زيت وافرد عليها زي ما انتوا شايفين كده. تقدري تستغني عن خطوة الزيت وتعملي خليط ميكس ما بين سمنة وزيت وزبدة وتدهني من تحت ومن فوق، مفيش اي مشكلة. وسعتها بقى بالطريقة دي وفردتها. هجيب بقى القطعة اللي انا شلتها هحطها فيها في اول قطعة كده، وابدأ اقفل عليها بنفس الطريقة كده. يبقى دي كده عندي 2 في 1 زي ما انتوا شايفين اهو. ده في حالة لو احنا هنعمل فطيرة كبيرة في الصينية الكبيرة، وان شاء الله هتشوفوا حجمها. انا للأمانة مش عارفة مقاسها كام بالظبط، بس هي بتاخد كيلو من الدقيق. لو هنعمله طبقات فوق بعد كده خلصت كل ال3 طبقات، وهسيبها بقى تريح على جنب، وهنيجي للفطيرة الصغيرة او القطعة واحدة هنبدأ نفردها بنفس الشكل. ودينا برضو قطعناها على 5 او كمان طلعت 6 معايا على حسب بقى. هبدأ الفها كده زي ما انتوا شايفين بنفس برضو الطريقة، وادهن ودي على دي لغاية لما اخلص كل الاجزاء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اظن مفيش لا اسهل من كده، ولا تعبنا ولا فردنا كتير ولا عملنا، واسهل طريقة توريق. سيبناها بقى تريح وخدنا الكبيرة زي ما انتوا شايفين كده 3 في بعض. هنبدأ بقى نفردها فردة كده بسيطة، ونحط لها رشة سمنة وناخدها نعملها كورة، ونسيبها تريح في الصينية لمدة نص ساعة، وهتشوفوا شكلها بعد ما تريح. دي الصغيرة بعد ما ريحت نص ساعة كمان بعد ما عملتها بنفس الطريقة، بصوا بتتفرد بمنتهى السهولة، مفيش اي معاناة ان انتي تفرديها وتملي بيها الصينية. وطبعا انا في الوقت اللي ارتاحت فيه في الصينية نص ساعة كنت سخنت الفرن على اعلى درجة حرارة، درجة حرارة 200. بشغل طبعا من تحت بس. اول ما ببدأ ادخل الفطيرة ادخلها في الرف اللي في النص. طبعا بديها بقى هنا مسحة على الوش. انا هنا كان عندي قشطة بلدي، حطيت بقى قشطة مع معلقتين سمنة كده وقلبتهم على بعض ودهنتها. دي الفطيرة الكبيرة شايفين برضو هتتفرد بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين كده اهو، مفيش اي مشكلة خالص. فردتها وهعمل نفس الحركة برضو، وهحطها بقى على الفرن لحد ما تبدأ القعر يشد معايا شوية. وهبدأ اولع الشواية بتاعتي على درجة هادية بحيث ان هي تبدأ تاخد لون بسيط من فوق، علشان انا لو سويت الفطيرة من تحت وخليت تحت اللون بقى نشفتها من تحت وخليت اللون غامق، او بعد ما ابدأ افتح الشواية الفطيرة بتاعتي هتنشف معايا مش تبقى حلوة. وده شكل الفطيرة زي ما انتوا شايفين. بعد ما خرجت من الفرن بتتكلم عن نفسها. شايفين اللون من تحت اللي هو اللون الذهبي الجميل. والفطيرة بتاعتي بتطلع من الفرن بغطيها بصينية اكبر، او ممكن نحط عليها كيس بلاستيك ونغطيها بمفرش عشان تفضل طرية. ودي الكبيرة بعد ما خرجت شايفين طبعا الاحمرار ده بتاع القشطة على وشها تحفة. عايزة اقولك ريحة فظيعة بجد، ريحته رهيبة وما خدش مني وقت خالص، سهل جدا جدا. اظن يعني هو بيتكلم عن نفسه. برضو هغطيها لحد لما تبقى طرية وتبرد خالص. بعد كده هنبدأ نقدم الفطير. نقدر ان احنا نقطعه ونشيله في الفريزر، وفي اي وقت هنطلعه ونحطه في الفرن او الميكرويف او نسيبه تحفة. شايفين هي طرية ازاي بجد، هي بتتكلم عن نفسها يا جماعة. شايفين اللون من فوق ومن تحت رهيبة. دي الفطيرة الصغيرة هاكلها بقى معاكم كده واوريكم. والكبيرة كانت طالعة بنفس الشكل برضو
شايفين قد ايه هو رقيق، والطبقات بتاعته فظيعه وبجد غير طعمه وريحته. تقدري زي ما قلت لك بقى تاكلي مع جبنه قديمه، جبنه قريش، قشطه، عسل ابيض، عسل اسود، اي حاجه، سكر بودره. انا عندي الولاد بيحبوه جدا بالسكر البودره، طبعا مع العسل. بجد طعمه رهيب جدا. دي حلقتي ليكم بقى النهارده، حلقه الفطير المشلتت باسهل طريقه فرد وتوريق. ما حصلش. اتمنى يا رب الحلقه تكون النهارده عجبتك. لو وصلتي معايا بقى لهنا ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وعشان توصلك كل الوصفات الجديده. واستنوني ان شاء الله في حلقات تانية كتير من مونيتا كيتشن، واسيبكم تستمتعوا بالمنظر الجميل ده مع الفطير وانا استمتع بالطعم الحلو. سعدت بيكم النهارده، كنت معاكم منى احمد من مونيتا كيتشن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.